مهما قعدت تفكر وتلف مش هتلاقي غير سكة واحدة بس ترضيك وتفرحك، هي إنك تلجأ لله وإنك تدخل بيت الله. أي مسجد هو أفضل بقاع الأرض. من يومين كده كنت مكتئب وزعلان، وكان المفروض أبقى مع واحد صاحبي واتأخرت وملحقتش أقابله، وزعلت قوي إن أنا قاعد لوحدي. بعدها قعدت مكتئب شوية كده فترة، وأقول بس ليه كده يا رب؟ ده أنا زعلان، ده أنا متضايق، يا رب أنا مكتئب، أعمل إيه؟ لقيت واحد عدى شبه والدي الله يرحمه بنسبة 70 80%، يمكن أكتر، ونفس الطول ونفس السن ونفس شكل البشرة. فاتعرفت عليه وقعدت معاه، وبقى أخ وصاحب وصديق زي ما أبويا كان صاحبي وصديقي. ياه. وبرضه في شوية طباع من والدي شوية كان مستعجل عصبي. ربنا يرحمه يا رب ويجعله في جنة الفردوس الأعلى. وأنا بحب الأطفال الصغيرين، بالذات البنات سن 4 5 سنين، دول اللي هم يقعدوا يلعبوا ويهزروا فقعدت ربنا رزقني بحد من زمايلي جه واولاده نفس السن ده، واولاد وبنات، وقعدنا نلعب ونهزر. ربنا شال الهم اللي جوايا في ثانيه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قادر انه يشيل اي هم جواك ويفرحك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. ليه؟ عشان هو الكريم، هو الرب، هو الرحيم، هو الاله، هو اللي في ايده كل شيء، وهو اللي يعلم اللي جواك حتى من قبل ما تتكلم. فالجأ لله واتكلم معاه وروح له بيته، واكيد هترتاح.